من امبارح بالليل والناس كلها يا عيني عمالة تفلي في تصريحات زيزو مع إبراهيم فايق. نفسهم يمسكوا أي غلطة إنه تعاقد أو وقع للأهلي قبل ما عقده ينتهي مع الزمالك. الناس دي كلها نسيت إن زيزو كان يقدر يفسخ عقده وبسهولة ومن فترة طويلة قوي بسبب عدم التزام الزمالك كالمعتاد بدفع المستحقات المالية لزيزو. لكن أنا بالنسبة لي كل ده مش مهم. أهم حاجة في اللي قاله زيزو في تصريحاته انه متحمس جدا للعب والمشاركة مع الاهلي. لما ابراهيم لقاه متحمس قوي كده سأله ليه. زيزو قال انه نفسه يكسب دوري ابطال افريقيا، نفسه يشارك في كاس العالم للاندية، نفسه يعمل تاريخ وعدد بطولات كبير، ومين يحقق له كل ده غير الاهلي؟ لما تفكروا في الكلام تلاقوا ان كتر خير زيزو ده انه ما سابهمش من زمان. اللي بيلعب في الزمالك لا بيكسب دوري ابطال افريقيا ولا بيشارك اصلا، ولا عمره هيلعب كاس عالم للانديه. وبالمناسبه فرحه الزملكاويه بفوز بيراميدز بدوري الابطال منسياهم ان هم خسروا 50% من فرصه المشاركه في كاس العالم للانديه الجاي 2029، لان اول بطوله من البطولات الاربعه المؤهله لكاس العالم 2029 خدها بيراميدز. البطولة التانية هتبقى السنة الجاية، والزمالك مش هيشارك فيها لأنه رايح الكونفدرالية كالمعتاد يلعب مع البط الكيني والكوارع الأنجولي. لكن تكتشف إن الكلمتين اللي قالهم زيزو دول بيكشفوا واقع إن الزمالك أصبح بعيد تماما عن المنافسة، وأصبح بؤرة مشاكل الجميع يريد الخروج منها، كله عايز يفلق. وقريب قوي هيبقى قبلة للعيبة الفشلة والغير مرغوب فيهم، أو اللعيبة اللي عايزين يستثمروا في نادي الزمالك. اللعيب من دول بدل ما يروح يحط فلوسه في البنك يتعاقد مع الزمالك وشوية وياخد فلوسه أضعاف مضاعفة من الفيفا. استمروا في شتيمة زيزو بدل ما تردوا عليه وعلى الحقائق اللي قالها واللي أثبتتها الأوراق والعروض الرسمية اللي طلعت من الشباب والاتفاق ونيوم السعودي. كملوا شتيمة، انتوا بطولاتكم كلها في التطاول والتجاوز. كملوا شتيمة وسيبوا زيزو يبني تاريخ ويجمع بطولات ويلحق له حاجة من الحاجات اللي خدها امامه بن شرقي. الواد يا عيني كان مدفون بالحياة معاكم. شفتوا فرحته؟ شفتوا وشه منور ازاي وهو بيتصور على شواطئ ميامي؟ معاكم كان زمانه بيتصور في ميامي شارع خالد بن الوليد مع الشباشب والعوامات، مع احترامي الكبير طبعا للشاطئ ميامي وذكرياتنا الحلوة فيه. ناس ما عندهاش دم.